لازم موجود في مباراه مثل هذه. وهنا يعني اللقطه بينه وبين بن رحمه هنا لما خرج بن رحمه. عبر عن شو يا كابتن؟ فهذه امور تحدث في كره القدم، يعني الكل يبقى لازم يكون يحب، كل لعيب يحب يبقى فوق ارضيه الميدان. لما خرج هو كلمه ممكن شيء وردة فعل من المدرب هذه ما تصير، لانك كمدرب انت لازم تقضم الامور. بس تعبر انه حتى المدرب تعبر انه مش راضي على اداء اللاعبين. مش بس هذا، وحتى منرفز. يعني هو المفروض ما يكونش راضي على ادائه هو اساسا. لما يطلع لعيب بالشكل ده واللعيب ما كلموش، احنا في اوقات كتير جدا بننتقد اللعيب. صحيح. يجي مدير فني بحجم جمال الماضي ماسك منتخب كبير زي منتخب الجزائر، واحد من اهم المنتخبات العربيه والافريقيه، ويتعامل معاه بالشكل ده امام 25 متفرج في ملعب هزاع بن زايد، اعتقد ان لازم يتحاسب على جمال الماضي قبل ما نحاسب سعيد بن رحمه اللي ما اتكلمش، ما عملش اي حاجه. حتى لو اللاعب اخطا كابتن خالد، يعني لنفترض ان كان في خطا من اللاعب او ما قدم المستوى المطلوب، لا يمكن انك تتصرف مع لعيبه محترفين على هذا الليفل الدولي. لاعب وست هام تتصرف معاه بالطريقه هذه امام هذا الجمهور اللي كان حاضر مباراه اليوم، صراحه كان مظهر لا يمت للمباراه باي صله. كابتن علي، افترضنا سعيد بن رحمه متهور وضربك بنيه، صحيح؟ شكلك ايه قدام لعيبتك قدام الجمهور؟ بس هو عملها. المفروض المدرب الذكي، اسف يا كابتن حمد، المدرب الذكي لما يكون لعيب طالع وهو كان لعيب وشايف ان الدنيا مش مكهربه يديله ظهره. حمزه شو رايك؟ تلفظ بكلمه، لانه عملها مع سعيد بن رحمه، لانه هو متاكد ان سعيد بن رحمه مش حيعطيها رده فعل، لانه من الطف الاشخاص لو ما يعمل نفس الشيء مع اسلام سليمان على سبيل المثال، او مع اللاعب يوسف بلايلي، لا او محرز ممكن، او حتى ابو نجاح، لان هو كانه ذهب الى اسهل تارجت. يعني هو الشخص اللي ما راح يعطيها رده فعل، فهذا شكله وحش في مباراه وديه ضد المنتخب المصري. زين، شوف الحالات الفنيه. اول حاله خالد بيومي التنظيم